السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على اول مباراة سيجريها المنتخب المغربي للناشئين تحت 17 سنة في كأس افريقيا اللي غتنظم بالمغرب ان شاء الله بداية من 13 ماي 2026 والى غاية الثاني من يونيو 2026. المنتخب المغربي في أول مباراة الافتتاح غادي يواجه المنتخب التونسي، وذلك يوم الأربعاء 13 ماي 2026 في تمام الساعة 8 مساء. كل مباريات المنتخب المغربي في دور المجموعات غادي يجريها المنتخب المغربي عند الساعة 8 مساء في الجولة الأولى. كما سبق وأشرت، المنتخب المغربي غادي يواجه المنتخب التونسي. الجولة الثانية غادي يواجه المنتخب الإثيوبي يوم السبت 16 مايو. آخر مباراة برسم دور المجموعات في الجولة الثالثة غادي يواجه المنتخب المغربي منتخب مصر، كذلك هذه المباراة في تمام الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء 19 ماي 2026. هذه المباراة أو هذه المباريات غادي يتم النقل ديالهم عبر قنوات بي سبورت، كذلك الرياضية المغربية غتنقل هذه المباريات ولكن ببث أرضي. جميع المباريات ديال كأس افريقيا غادي تنقلهم قناة الرياضية ببث ارضي. اذا بالنسبة لنظام هذه البطولة، فهذه البطولة كتعرف مشاركة 16 منتخبا غادي يتأهلوا منهم الربع النهائي. 8 منتخبات غادي تأهل صاحب المركز الأول والمركز الثاني. هاد المنتخبات الثمانية اللي غادي تأهلوا الربع النهائي غادي يتأهلوا مباشرة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2026. كذلك سيتم تأهل منتخبين آخرين من المنتخبات التي خرجت من دور المجموعات صاحبة المركز الثالث. 4 منتخبات سيلعبون الملحق ليتأهل منتخبان، وبالتالي 10 منتخبات سيكونون في نهائيات قطر 2026. إذا حظ موفق إن شاء الله للمنتخب المغربي، وإن شاء الله يفوزون بالنسخة الثانية إن شاء الله على التوالي بعدما نظمت النسخة الماضية في المغرب وكان البطل فيها هو المنتخب المغربي.